السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، طلابنا حبايبنا أبطال الصف الأول الثانوي، يلا بينا يا شباب نحل التقييم الأول زي ما اتفقنا إن إحنا إن شاء الله التقييمات هتنزل لك أسبوع بأسبوع. طيب، السؤال الأول عندنا بيتكلم عن الشبكة، وبيقول لي ما المقصود بالشبكة؟ ايه هي الشبكه؟ الشبكه طبعا احنا مش هنعيد شرح كتير في التقييمات، احنا هنحل على طول. فالشبكه هي مجموعه من الاجهزه متصله لتبادل البيانات. طيب، اي مما يلي يعد مثالا على الشبكه المحليه اللي هي اللوكال اريا. اللوكال اريا هي شبكه محليه اللي هي ضيقه، فالنطاق بتاعها هيكون صغير، فهتكون شبكه اجهزه داخل مبنى واحد اللي هي زي بتاعت البيت بتاعنا. طيب، اي من التالي يعتبر وسيله اتصال لاسلكيه، حاجه بتشتغل عن طريق الموجات. عن طريق الموجات هتكون الواي فاي. تمام. اي نوع اتصال يتميز باعلى سرعه في النقل. اعلى سرعه في النقل في حاجه اسمها اللي هي الفايبر دلوقتي او الالياف الضوئيه، دي بتكون هتسرع النت ان شاء الله. بدات شركه وي في مصر بدات ان هي تدخل الموضوع ده في مدن كتير من مصر، وان شاء الله يعني تكون هتخش قريب يعني في المدن اللي هي الايه العشوائيات والكلام ده. طيب، ما وظيفه عنوان الاي بي؟ عنوان الاي بي بيعمل ايه؟ بيحدد موقع الجهاز على الشبكه، بيعرف انت مكانك فين. طيب، يتكون الاي بي في 4 ده، الاي بي في 4 اللي هو فيرجن 4 ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من اربع مجموعات من الارقام. طيب، السؤال اللي بعده اللي هو السؤال الاول في الاختبار الثاني، الشبكه التي تغطي مساحه جغرافيه كبيره. احنا قلنا ان اللان هتغطي مساحه جغرافيه ايه؟ قليله، يبقى الوان هي هتغطي مساحه جغرافيه كبيره، تبقى الوان. طيب، الدبليو اي ان اللي هي الوايد اريا. طيب، في النمط البير تو بير قلنا هيكون على نفس المستوى، الاثنين هما الاثنين متساويين في الايه الخدمه. طيب، يبقى اهي متساويه في الايه في الصلاحيات. طيب، تقنيه البلوتوث تستخدم غالبا في ايه بقى؟ البلوتوث ده احنا بنربط بيه اجهزه تكون قريبه، فربط اجهزه قريبه المدى. طيب، من عيوب الاتصال اللاسلكي، اللي هو ايه؟ اللي هو مشكله التاثر بالتشويش، اللي هو ازدحام الشبكه اللي احنا قلنا عليها في الدرس. طيب، اي من التالي صحيح على عنوان الاي بي اللي هو الارقام بقى، اللي هو الارقام كل ده دومين وده دومين وده دومين، ده رقم، يبقى الاي بي هو عباره عن رقم. طيب، ما فائده اسماء النطاقات اللي هو الدومين اللي لسه قايل لك عليه؟ قال لك استبدال عنوان الاي بي باسم سهل الايه التذكر، زي بدل ما نكتب ارقام ونكتب 100 مش عارف 92 ومش عارف ايه والكلام ده كله دوت كذا دوت كذا دوت كذا، بنكتب ايه؟ بنكتب جوجل على طول. طيب، الاختبار الثالث والسؤال الاول معانا، اي نمط شبكه يعتمد على وجود خادم رئيسي. ايه النمط اللي يعتمد على وجود خادم رئيسي؟ اللي هو الكلاينت تو سيرفر. طيب، من فوائد استخدام الشبكات، ايه اللي احنا بنستفاده لما نستخدم شبكات؟ هنعمل ايه؟ هنشارك المعلومات، هنشارك الموارد والمعلومات. طيب، اي من التالي يعد طريقه اتصال سلكيه؟ عايزين كابل، حاجه فيها كابل، قال لك كابل الالياف الايه الضوئيه. طيب، يفضل استخدام الاتصال السلكي لانه ايه؟ لانه اكثر استقرارا وامانا. يعني ايه اكثر استقرارا وامانا؟ يعني مش بيتاثر بالتشوش، اللي هو لما قلنا في الحصه ان الدايره المقفوله دي في اتصال ما بينك وما بين والدتك، او انت بتتصل بحد بيتصل بالتليفون الارضي، فالتليفون الارضي ده بيساعد على ايه؟ بيساعد على ان انت مفيش حد يعرف يخش، فعشان كده الاتصال بيفضل ايه؟ مستقر. ولو حد جه جرب يتصل هيقول له الاتصال ايه؟ مشغول. طيب، اسم النطاق اللي هو الدومين، يبقى مفيش ارقام، مش عايزين ارقام، هنعوز ايه؟ هنعوز اسم، اللي هو الاسم ده اللي هو موقع وزاره التربيه والتعليم. طيب، الخادم المسؤول عن تحويل اسم النطاق، مين اللي بيحول؟ قلنا الدي ان اس، يبقى الدي ان اس ايه؟ سيرفر. طيب، خلاص كده دي اسئله التقييم الاسبوع الاول عندك كامله. هتنزل لك فيديو خفيف لطيف كده، قلنا يعني نبقى فيديو سريع عشان ما ناخركش في التقييمات وتسلموا في المدرسه باذن الله. اشوفكم دايما بخير. استنوا النهارده باذن الله برضو بعد التقييم هينزل لك المحاضره الاولى عشان تفهم بيها الدرس الاول وهو درس الشبكات. اشوفكم دايما بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش تكتبوا لنا في الكومنتات رايكم في كل حاجه ورايكم في القناه، ولو محتاجين اي حاجه، محتاجين اي مساعده ابعتوا لنا واحنا هنرد عليكم باذن الله.